تعالى بقى معايا النهارده كده وركز معايا عشان اعرفك ازاي تحول التانك بتاعك من قديم لجديد. هنعمل ده ازاي بقى؟ تعالى كده نتفرج سوا مع بعض. مبدئيا ده التانك بتاع مكنه دور 4 زي ما انت ما شايف، متبهدل ومتخربش، والتانك كان في حاله سيئه جدا. هنبدا احنا دلوقتي نركب له فيلم جديد بلون جديد بشكل جديد زي ما انت ما شايف كده، حاجه بتلمع، هتنقل معانا شكل المكنه 180 درجه خالص. هنبدا دلوقتي نركب الفيلم بتاعنا زي ما انت ما شايف كده. احنا كاسينا التانك كله طبعا زي ما انت ما شايف، هو ولا بقى باين فيه خربشه ولا بقى باين فيه اي حاجه. زي ما انت ما شايف التانك رجع جديد. وخلي بالك كل ده ما بيكملش نص ساعه، بيكون التانك بتاعك من شيء لشيء تاني خالص. زي ما انت ما شايف كده راحت كل الخربشه، وكمان عملنا له لون مميز. هنبدا بقى دلوقتي زي ما انتم ما شايفين كده نركب الشريط بتاعه. ده الشريط بتاع المكنه الضايع 4 زي ما انت ما شايف. هنقفل الشريط بتاعها الاصل بالظبط عشان يبان ان التانك زي ما هو، كاننا ما عملناش فيه اي حاجه، بل بالعكس كمان بالشريط بتاعه زي ما هو كأنه لسه جاي زيرو من المعرض بتاع المكن بالظبط. تعالى كده اتفرج على الشريط بعد ما خلص. ده كده شكل التانك بعد ما خلصناه خالص. ما شاء الله التانك رجع زيرو تاني بلمسه بس بسيطه من عندنا. لو انت حابب تظبط شكل مكانتك، ترجع مكانتك جديده تاني، سيب لي بس كومنت وانا هقول لك كل التفاصيل. ده طبعا الجنبين قبل وبعد زي ما انت ما شايف كده، المكنه رجعت جديده.